السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف عاملين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بأحسن الأحوال. اليوم بغيت نقدم لكم طبق ديال المقرونية بطريقتي، بطريقة جد سهلة ولذيذة، كتجي رائعة. والأهم أنها ما تفتت معكم مع حتى حاجة، خصوصا أنها بدون جلوتين. بزاف ديال النوعيات اللي كيتفتتوا لينا ما كتبقاش هذيك المقرونية قابطة راسها، ومع ذكر بطبيعة الحال النوعية اللي استعملت. فيلا هو معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركه الله. هنا كنحتاجوا لواحد 2 حبات ديال طماطم المتوسطين بحال هكذا، كنحكوهم في الحكاكه الغليظه اولا كنقطعوهم رقاقين بزاف. وعندي واحد البصله متوسطه، اما الحمراء ولا البيضاء المتوفر عندكم. هنايا متوسطه حكيتها حتى هي في الحكاكه الغليظه. تقدروا تقطعوها رقيقين، يعني تشلضوها رقيقه مزيان. ودرت معاهم واحد شويه الزويته، تقدروا تستعملوا زيت زيتون ولا زيت المائده على حسب الرغبه. صافي هنايا غنخليهم حتى يتقلاو مع بعضياتهم. تقدروا تقلوه الزيت، البصله هي الاولى مع الزويته، وعاد ضيفوا الطماطم وتقدروا تخلطوهم هكذا مع بعضياتهم. انا نخليهم هنا يتقلاو واحد شويه، عاد نضيف التوابل. هنا كيف كتشاهدوا معايا نضيفوا شويه التوابل والقزبر معدنوس. هنايا الخرقوم، السكنجبير، الملح والابزار، ها هو الملح. صافي غنخلطوا التوابل كلها على حسب الذوق. صافي غنخلطوهم ونعاودوا نسدوا عليها، نخليوها حتى تقلى مزيان عاد باش نمرقوها ونخليوها تزيد تكمل. كيف كتشاهدوا معايا ملي كتقلى مزيان صافي غادي نضيفوا لها الماء سخون، الماء القياس اللي غادي طيب فيه ديك المطيشه والبصله. غادي نحركوها هكذا مزيان، غادي نغطيو عليها بلا ما نسدو، ونخليوها حتى طيب مزيان وتنشف. وديك الساعه عاد نكملوا مراحل الوصفه. هنا غندوزو باش نسلقوا هاد المقرونيه ديالنا، هاد لي بات كيف كتشوفوا معايا. هنايا راه هذه النوعيه اللي صغيورين، الحبات صغيورين شويه. كاينه النوعيه اللي كيكونوا فيها الحبات غلاظ. النوعيه ديال المقرونيه اللي كنستعمل هي هذه اللي كتشوفوا في الصوره. هنا كيكون كنديروا كاسرونه فيها الماء يكون كتير شويه، وشويه ديال الملح، معلقه ديال الزويته. يكون حتى كيتغلى مزيان الماء، عاد كنوضعوا فيه هاد المقرونيه. وخصنا نبقاو نحركوا في الاول باش ما يتلصقوش لينا، يعني بحال المقرونيه العاديه. غادي نبقاو نحركوهم هكذا حتى كيبداو يتغلاو شي شويه. عاد ديك الساعه مره نبقاو نحركوا. هنايا راه دازت واحد شويه ديال الوقت. مره غادي نشوفوا. هنا راه تقريبا هما كياخذوا شي 10 دقائق ديال الوقت ديال الطياب ديالهم. كتجربوا بحال هكذا. انا هذه هي طريقتي، كنشوف كنقطعها بحال هكذا بالمعلقه. الا بانت ليا طابت صافي. هنا راه مازال غنزيدها واحد شي شويه باقا عزيزه. هنا راه هذه مقرونيه اللي كنطيب العاديه. هذه كيف كتشاهدوا معنا العاديه كتكون الماء ديالها كيبقى صافي. اللي بدون جلوتين كتطلق داك النشا ديالها بزاف. بطبيعه الحال نتوما كتاخذوا الحذر ديالكم، كل حاجه كتكون بعيده على اختها، وكل وحده كنحركوها بمعلقتها، يعني راه كنردوا البال مزيان من هذه الناحيه. صافي كيف قلت غنخليها تزيد هي شويه طيب، وعاد نخلطها مع لاصوص. هنا من بعد ما كتوجد لينا هذيك لاصوص وكتكون طابت هذيك المقرونيه وكنصفيوها بحال هكذا، غنزيدوها على ديك لاصوص اللي كيف كتشوفوا. كنخليو فيها واحد شي شويه ديال المرقه باش كتجي بحال تقريبا بحال الشوربه. صافي هنايا غادي نحركوهم مع بعضياتهم، نخليها تزيد تغلى معها غير شي شويه باش ديك المقرونيه تشرب ديك البنه اللي في المرق. وصافي ندوزو باش نقدموها. المقرونيه ديالنا تتجي على هذا الشكل هذا، كتجي لذيذه بزاف. وبطبيعه الحال راه تقدروا تضيفوا لاصوص ديالكم قطع ديال الدجاج. تقدروا تزينوا هذا الطبق ديالكم بشويه ديال الفرomاج الاحمر. كتجي زوينه بزاف ولذيذه. نتمنى انكم تجربوها وتنال اعجابكم وتاكلوها بصحه وراحه. ونتمنى ايضا الا كنتوا كتشاهدوا قناتي لاول مره انكم تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. شكرا لكم على المشاهده والى اللقاء.